يمر لبنان بأزمة نفايات قد يكون التخلص منها بشكل صحي ومناسب لشروط السلامة العامة أمر صعب بسبب غياب المشاريع والدراسات التي تتبناها الوزارات المختصة والكفيلة بحل هذه الأزمة. في لبنان حالياً الأسلوب الوحيد للتخلص من النفايات هو طمرها، مع كثير من الشكوك حول معالجة هذه النفايات بالطريقة المناسبة قبل الطمر. في راس نحاش في قضاء البترون مبادرة شخصية من المهندس العلمي سمير مراد الذي تمكن من تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية. الماكينة بتشتغل على أساس مثل كتير أو معظم محطات طاقة بالعالم يسخن ماء، الماء يصبح بخار، والبخار بيضغط على توربين، والتوربين بعد ذلك يعني مربوط بجنريتر بمولد، والمولد بيحول الطاقة الميكانيكية إلى كهرباء. تسخين المياه بيتم عنا بحرق نفايات. عادة نحن بنستخدم نفايات البيوت، نفايات العادية. قبل ما نحرقها بيتم نوع من الفرز، مثلا حديد وإزاز بينشال على جنب والبقايا تحرق. يعني طبعا القطعة الوحيدة اللي كنا مضطرين انه نجيبها من برا هي التوربين. اما الاشياء التانية المحرقة مثلا نحن صنعناها هون، اشترينا حديد من معامل حديد هون محلية، والاشياء التانية اللي مثل جنريتر يعني واحد بيشتريه وبيركبه، يعني بيعمل انتجريشن. يعني طبعا هذا النوع من المحطات بده يكون حد شيء بيبرد، يعني بيبرد دوران المي والبخار، فلابد ان يكون او حد بحر او حد نهر. بس هون بتصور يعني بلبنان ما في مشكله، يعني انه معظم المدن بتكون حد البحر. يعني صراحه انا بعت الاوراق لبلديه طرابلس، ولكن للاسف ما زال ما كان في رد. يعني هذا النموذج المصغر قد يتحول بمزيد من الأبحاث إلى محطة أكبر يمكنها استيعاب كمية أكبر من النفايات وتوليد كمية أكبر من الطاقة. يعني نحن إذا بنحكي على مدينة عندها مثلا 800 ألف أو مليون نسمة مثل جونيا أو مثل طرابلس، في تقريبا 850 طن يوميا، وفينا نحن نولد كهرباء 40 ميجا وات. 40 ميجا وات تقريبا بتغذي خمس احتياجات الكهرباء للمدينة. نحن بس بدنا نكبر هذا المعمل، وهلا حاليا في اجراءات مع الجامعة اللبنانية حاليا انه نعمل دراسات نطور هذا الامر على مستوى مدينة كبرى مثل مثلا جونيا او طرابلس او حتى قسم من بيروت. يعني اذا بدنا نحرق كل نفايات لبنان بدها 6 محطات 40 ميجا وات تقريبا، وهذا فينا نعمله. كلفته بيكون تقريبا مشان كل محطة تقريبا 35 مليون دولار مشان وحدة، يعني ضرب 6. يعني محطة طاقة عادة إذا الدراسات كاملة وإذا الأشياء المادية موجودة بين سنة وسنة ونص تكون خاصة. المساحة مشان محطة طاقة كبيرة تغطي مثلا مدينة مثل طرابلس أو جوني بدها 100 متر على 100 متر تقريبا حد الساحل. وبما أن كل عملية حرق تولد بقايا، فلسمير رؤية أيضا لكيفية استخدامها. الدخان في أشياء سامة معظمها في واحد يحصرها ب heavy metals، يعني بالميتالز الثقيلة، كل شيء فيه سلفور بقلبه، كل شيء فيه نيتروجين بقلبه، ومونوكسيد دو كربون. فهودي الأربع أشياء يعني كل واحد عنده علاج معين. يعني بعد ما يطلع الدخان من المحرقة في عدة ستيبس، عدة مراحل حتى واحد يتخلص من هذا من هذا ومن هذا عن طريق الفلترات. بقايا النفايات بتكون تقريبا 20%. يعني قسم كبير منه فينا نحن نستخدمه انه نعمل شوارع، يعني تحت الزفت واحد بيحط واحد يحط هيك اشياء. بعض البقايا السامة جدا واحد لازم يتخلص منهم بطريقة بعلاج البقايا. يعني
قد لا يكون حرق النفايات الحل الأمثل للتخلص من النفايات المنزلية، إلا أن أي عملية بحث بعيدة عن المصالح الشخصية وأي تجارب علمية تأخذ في عين الاعتبار المصلحة العامة فقط يمكنها أن توصل إلى حل، ويمكنها أن تنقذ البلد من الغرق بنفاياته.